عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا ومبروك للمنتخب المغربي بهذا الإنجاز التاريخي الكبير بعد الفوز على منتخب بلجيكا خلال الجولة الثانية في دور المجموعات ب2-0 من توقيع الصابري وأبو خلال. في الحقيقة المقابلة بدات تقريبا الشكل ديالها واخا الخطة متغيرة ديال المغرب دخل ب4-1-2-3 ب4-1-3-2 الا انها كنشوفها بحال نفس الخطه اللي لعب ضد كرواتيا، انه محصن الدفاع وبالفعل المهم كان ما يدخلش علينا هدف. كنا ربما ما نخسروش، ولكن التعادل او الانتصار هو الافضل. لعب المغرب هذه الخطه شويه يعني سيطر شيئا ما على وسط الميدان وحد من خطوره دي بروين وهازارد، الشيء اللي خلى المنتخب البلجيكي كيحاول محاولات طويله ولكن بدون جدوى. المنتخب المغربي سجل هدف ولكن للاسف كان من وضعيه التسلل في اخر اطوار الشوط الاول. خلال الشوط الثاني كنا كننتظروا على ان وليد الركراكي غيجازف شيئا ما في الهجوم، وبالفعل هذا الشيء اللي لمسناه مع بدايه الجوله الثانيه. شفنا المنتخب المغربي تيضغط اكثر على الكره في الميدان ديال منتخب بلجيكا، ولاحظنا ارتباك عند المنتخب البلجيكي اللي خلى المنتخب المغربي انه يحاول يزعم ويثق في نفسه ويزيد شويه الامام. لاحظنا على بعض اللاعبين، ولو انني ممكن نقول على ان المنتخب المغربي يعني اللعابه ديالهم بدون استثناء قاموا بمقابله جيده. الحارس اللي غير بونو في اخر لحظه، بونو حس بدوران وتغير بالمحمدي، والمحمدي قام بمقابله جميله. الدفاع مقابله جميله، وسط الميدان لعب بشكل جيد، الاطراف كانوا ممتازين، بوفال قام مقابله جميله، حكيم زياش ايضا لعب مقابله كبيره، اشرف حكيمي اللي تغير لانه كان كيحس بالام وكنا كنشكوا انه واش يدخل المقابله ولا لا، تغير. دخل عطية الله وخدا المكان ديال نصير مزراوي، ونصير مزراوي لعب في الجهه اليمنى مكان حكيمي. على العموم المنتخب المغربي حقق الاهم، وهو 3 نقاط اللي غتخليه حد الساعه في الصداره ب4 نقاط. التغييرات اللي قام بهم وليد الركراكي اعطاو الاكل ديالهم، بحيث انه مع دخول الصابري هو اللي تمكن من تسجيل الهدف الاول من ضربه حره من الجانب الايمن للحارس البلجيكي كوختوا، وتسجل الهدف الاول. من ثم عرفنا على ان المنتخب البلجيكي غيحاول ما امكن يدارك الموقف ويسجل هدف تعادل. احنا نعتمدوا على الحملات المضاده، وهذا اللي حصل، حمله مضاده عند حكيم زياش، ومن حكيم زياش البوخلال واللي تغير اتى دخل في الشوط الثاني وسجل هدف جميل. ما كنقولوا لهم غير مبروك عليكم، ونتمنوا لكم التوفيق خلال المقابله القادمه ان شاء الله اللي غتجمعوا مع المنتخب الكندي اللي منتخب عنيد وجيد ايضا. بعد لحظات ستجرى المقابله الثانيه ديال المجموعه السادسه بين كرواتيا وكندا، وصراحه انا رايي نتمنى على ان المنتخب الكرواتي هو اللي يفوز باش المنتخب الكندي يعني بالهزيمه هذه غيتم الاقصاء ديالو، ما يبقاش عنده طموح باش يمر الى الدور القادم، وبالتالي تسهل المقابله على المنتخب المغربي اللي كيكفيه التعادل ويمر الى الدور الثاني. هنيئا لوليد الركراكي، هنيئا للمنتخب المغربي. لعب مقابله كبيره واملنا في المنتخب المغربي يشرف الكره الافريقيه. هذا ما كان في هذا اللقاء هذا مباشرة بعد نهاية المقابلة. كنقول لكم إلى اللقاء، وهنيئا مبروك على المنتخب المغربي.